المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 83 من الكرة مع العمدة، والحلقة 15 من حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. أي لاعب كرة في الدنيا بيبقى محتاج الجمهور دايما معاه، لأن الجمهور هو المشجع والدعم الحقيقي لأي لاعب وأي فريق. وجمهور النادي المصري جمهور بورسعيد العظيم دايما واقف مع فرقته في كل المواقف، بيشجع وبيدعم وبيؤازر مهما طالت المسافات. وهنروح بعيد ليه؟ النهارده النادي المصري كان عنده مباراة مع فريق حرس الحدود في الجولة السابعة من الدوري، والمباراة دي في استاد السويس الجديد. والنادي المصري في الست مباريات اللي فاتوا فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 وخسر 2، يعني النتائج غير جيدة، وبسببها تم تغيير جهازين فنيين واحنا لسه في بداية الموسم. ورغم كده جمهورنا العظيم ما فقدش الأمل، راح استاد السويس الجديد، راح ورا فرقته عشان يشجعها ويدعمها ويقف جنبها في الوقت الصعب ده. يبقى المفروض على الأقل الحماس الجماهيري ده نلاقي قصاده حماس من اللعيبة، نشوف رجالة في الملعب، نشوف روح وعزيمة وإصرار على المكسب. احنا طبعا مش هنتكلم عن الكابتن حسام حسن، لأن الراجل لسه ماسك الفرقة من يومين، وطبيعي إنه ياخد وقت، خصوصا إن الفرقة دخل عليها عناصر جديدة وفيها غيابات كتير بسبب الإيقافات والإصابات. احنا بنتكلم عن اللعيبة اللي المفروض تصالح الجمهور الكبير ده، بنتكلم عن اللعيبة اللي مجلس إدارة النادي حط ثقته فيهم والمفروض يبقوا قد الثقة دي، ولا هم عايزين ياخدوا فلوس وخلاص. مش مهم بقى الأداء والنتائج ولا الجمهور حتى. على العموم المباراة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وطبعا كان ممكن نخسرها، لكن السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، لو احنا ما كسبناش حرس الحدود هنكسب مين؟ ماتش النهارده كان فرصة كبيرة لاستعادة الثقة والانتصارات، لأن حرس الحدود في آخر الجدول، مش في المربع الذهبي زي غزل المحلة مثلا، أو في نص الجدول زي المقاولين اللي هنلعبه الماتش الجاي. خلاصة القول، الموسم صحيح طويل ولسه في بدايته، لكن مش عايزين نصعبه على نفسنا بنفسنا. الجمهور اللي راح السويس النهارده ورجع زعلان ومحروق دمه له حق عند كل لاعب من لاعيبة النادي المصري. زي ما الجمهور احترمك وقدرك وسافر مخصوص عشان يشجعك ويدعمك، لازم انت كمان كلاعب تحترمه وتقدره وتقدم له اداء يسعده ويرضيه، مش تعكن عليه. في ختام حلقتنا احب اشكر كل المشاهدين والمتابعين على ثقتهم فينا واهتمامهم بالماده اللي بنقدمها، واللي بنتمنى دايما انها تحظى باعجابكم. الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.